السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سنة رابعة. معايا النهاردة نشاط 8 وهو تتبع مسار الطاقة. تتبع مسار الطاقة يعني هو عايز يعرف مسار الطاقة من ساعة ما بيدخل للجهاز بيوصل ليه وبيتفاعل جوه الجهاز وبيوصل لحد ايه او بيخرج عندي عن طريق ايه او بيخرج في شكل ايه. لما نشوف هنا اول مثال هو الدهولي، الطاقة اللي داخلة جوه مجفف الشعر عندي اللي هو الاستشوار. ايه هي الطاقة اللي بتدخل جوه الجهاز؟ قلنا قبل كده ان هي طاقة كهربية بتدخل عن طريق السلك ايه اللي انا بوصله بالكهرباء. طيب وظيفة الجهاز دوت ايه؟ مجفف الشعر طبعا احنا عارفين ان هو بيجفف الشعر، بيعمل استشوار للشعر، بيفرده عن طريق الهواء السخن اللي بيخرج منه. يبقى الطاقة اللي هتنتج عندي ايه؟ انا لسه بقول هواء سخن يعني هتنتج طاقة حرارية، كمان هتنتج عندي طاقة حركة من خلال دفع الهواء السخن للمجفف علشان يطلع لي بره هواء سخن. يعني الطاقة اللي هتنتج عندي هتبقى هي طاقة حرارية، ودي طبعا المسؤولة عن تسخين الهواء. كمان في طاقة حرارية ودي طبعا مسؤولة عن دفع الهواء. دفع يعني بتزق الهواء، بتخرج لي الهواء من جوه الجهاز اللي هو السخن اللي انا بستخدمه وبستفاد بيه. طيب في طاقة مفقودة؟ طبعا في طاقة مفقودة. طب هل يا ترى ايه هي الطاقة المفقودة؟ نقدر نفكر ايه هي الطاقة المفقودة في جهاز الاستشوار مع بعض. لو فكرنا شوية هنقول ان هي بتطلع لي حرارة، يعني هواء سخن، بتطلع حركة عشان هو اصلا بيدفع الهواء من داخل الجهاز للخارج، يكون الهواء ده سخن فبالتالي في حركة وفي حرارة. طيب ما بسمعش صوت خالص فيه؟ مش لما بنشغل مع بعض كده الاستشوار ماما بتعمل لنا بيه في البيت او احنا بنعمل شعرنا بيه في البيت، او بنروح عند الكوافير بتاعت تسريحات الشعر وبتيجي تعمل لنا شعرنا بالاستشوار، ما بنسمعش صوت عالي شوية؟ اهو الصوت العالي شوية ده هو اسمه طاقة مفقودة، وهي من خلال طاقة الصوت. يعني ايه؟ يعني في طاقة صوتية صدرت من الجهاز اثناء تشغيله، فبالتالي دوت انا مش محتاجه، انا مش محتاج صوت من الجهاز. كذلك في المكنسة الكهربية، لما اجي ابص المكنسة الكهربية وانا بنظف مع ماما في البيت او انا بساعد ماما في تنظيف البيت، هلاقي ايه؟ المكنسة الكهرباء برضو بتعمل من خلال السلك الكهربي اللي انا بوصله بالكهرباء. طيب بتاخد الكهرباء وتحولها جوه الجهاز اللي هو المكنسة الكهربية وتحولها لطاقة ايه؟ طاقة حركة، لان هي برضو بتدفع الهواء عشان يخرج من المكنسة ويشفط الايه؟ الأتربة والحاجات اللي مش نظيفة في الأرض. وكمان ايه اللي بيحصل مع طاقة الحركة اللي صدرت دي؟ في طاقة حرارية هي اللي دفعت الهواء ان هو يسحب اي ملوثات في الارض او اي حاجات مش نظيفة في الارض. طيب يعني طلع عندي طاقة حرارية وطاقة حركة. طيب في حاجة كمان طلعت وهي صوت عالي جدا لما بشغل المكنسة الكهرباء، ممكن ديت نقدر كلنا نجربها في البيت واحنا مع بعض في البيت. ممكن نجرب نشغل المكنسة ونشوف ايه الصوت اللي هيطلع. يبقى انا كده طلع عندي صوت عالي، يبقى فيه طاقة صوت، ودي طبعا بالنسبة لي برضو طاقة مفقودة. كذلك هيبقى في الاستشوار بتاع الشعر عندي الطاقة المستخدمة او المفيدة بالنسبة لي او اللي انا محتاجها هي طاقة حرارية وطاقة حركة. الطاقة اللي هتبقى مفقودة بالنسبة لي هي برضو طاقة صوتية، ودي طبعا انا ما بستفادش بيها بحاجة. لما اجي ابص للمثال التاني هنا هو جايب لي الهاتف المحمول. الهاتف المحمول يعني الموبايل، يعني التليفون اللي معانا كلنا. الطاقة اللي بتبقى داخلة جواه ايه؟ احنا قلنا طبعا الهاتف المحمول هو مش بيتوصل بسلك، لكن بيحصل ايه جوه الهاتف؟ في بطارية، الهاتف جواه بطارية. طبعا البطارية ديت زي ما قلنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان البطارية دي بتبقى متخزنة جواها طاقة كيميائية. طاقة كيميائية جاية منين؟ جاية من الكهرباء. يعني لما بحط الشاحن في التليفون وادخله في مكبس الكهرباء، فبالتالي هو بياخد الكهرباء ويحولها جوه البطارية لطاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية دي بتتخزن عندي جوه البطارية وهي اللي بتخليه يشتغل. طيب هل يا ترى ايه اللي بينتج لي من خلال الطاقة الكيميائية اللي دخلت للتليفون ديت؟ انا بستفيد منها في ايه؟ او الطاقة بتخرج لي عن طريق ايه؟ الطاقة طبعا قلنا هتخرج عن طريق
طاقة مفيدة وطاقة مفقودة. طاقة مفيدة يعني ايه؟ يعني طاقة انا محتاجها او طاقة انا بستخدمها وهي اساس شغلي في التليفون، زي الطاقة الضوئية. طبعا شاشة التليفون هتضيء او هتنور معايا، فده طبعا اللي انا محتاجه. انا بتك على التليفون عشان اشغله، فمحتاج انه يبقى فيه ضوء علشان اقدر ان انا اتابع اللي انا هعمله على التليفون او اشوف اللي انا هعمله على التليفون. كمان في طاقة صوتية، وطبعا ديت بتبقى من خلال سماع المكالمات، سماع الفيديوهات، اي مشاهدات على التليفون، سواء مرئية او مسموعة او مرئية ومسموعة في نفس الوقت، يعني زي الفيديوهات بتاعت اليوتيوب، زي الحاجات دي كلها هي ديت فيها صوت. الرد على المكالمات ديت برضو تعتبر صوتية، فبالتالي كل الحاجات ديت بالنسبة لي طاقة مفيدة، لان هي ديت اللي انا محتاجها. طيب لما اجي ابص على الطاقة المفقودة هلاقي ان الطاقة المفقودة هنا بيقول لي طاقة حرارية. طاقة حرارية، هل طاقة حرارية مفقودة؟ يعني ايه؟ يعني هقوله لما انا بشغل الجهاز لفترة طويلة بلاقي ان التليفون بدأ ان هو يبقى سخن معايا، وماما تيجي تقول لي ايه؟ اقفل التليفون علشان ما يحصلوش مشكلة لانه هو بدأ يسخن، يعني كده بيقولك سيبني شوية ارتاح. فده خرج عندي طاقة اسمها طاقة حرارية، وديت انا ما ببقاش محتاجها. طيب لما بحط التليفون على الشاحن وانا بشحنه ويقعد فترة طويلة، فترة الشحن مش بيبقى فيه تلاقي التليفون سخن شوية والشاحن سخن شوية؟ ليه؟ لان هو كده في طاقة حرارية، بس دي الطاقة دي مفقودة، انا مش محتاجها. انا اللي محتاجه ان انا هاخد الطاقة الكهربية اللي هتتحول لطاقة ميكانيكية جوه البطارية. هحتاجها في ايه؟ هحتاجها ان هي تنور لي التليفون، هحتاجها ان هي تسمعني صوت في التليفون لما اجي اتكلم، لما اجي اسمع فيديو، لما اجي اسمع اي حاجة في التليفون، ابقى بيخرج عندي طاقة صوتية. يبقى الطاقة اللي هتبقى مفقودة برضو عندي هي طاقة حرارية. طب وظيفة التليفون ايه؟ وظيفة التليفون طبعا التواصل من خلال التليفونات، التواصل من خلال الفيديوهات، التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هو وسيلة تواصل مهمة جدا، وطبعا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها في العصر بتاعنا الحالي، لان هو بقى وسيلة اتصال مهمة جدا. طيب لما اجي اقول ان مسار الطاقة عندي هنا في التحولات اللي انا شفتها في اول مثالين بتاع مجفف الشعر وبتاع الهاتف المحمول، لما اجي ابص لتحولات الطاقة هنا، هي تحولت الطاقة من طاقة كهربية الى طاقات اخرى. سواء في مجفف الشعر اتحولت عندي لطاقة حرارية وطاقة حركة، وسواء في التليفون اتحولت لطاقة ضوئية وطاقة صوتية. يعني هنا نفس الطاقة بس اتحولت بأشكال مختلفة زي ما شفنا في الأمثلة اللي عندنا. يبقى الطاقة هتنتقل من جهاز لآخر ومن صورة لأخرى، ومش هيفقد منها حاجة. بالعكس، هي الطاقة اللي أنا هاخدها من بدايتها أو من أول مسارها هتنتهي معايا لطاقات تانية. يعني معنى كده إن زي ما قلنا في الدرس اللي فات إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل بالعكس هي بتتحول من صورة لأخرى. وبكده الجزئية بتاعة النشاط بتاعنا النهاردة تكون خلصت، وهنتنقل إن شاء الله المرة الجاية مع سلسلة صور الطاقة. تابعوني وإن شاء الله نحل بعد كده أسئلة الدرسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.